وإنما بالبداية هي أم قلبها محروق وعم تطلب المساعدة. بدك تحل عني بس. أنت عم تحكي عن أمك. ايه ماني عارف. ليه؟ بدي اذبح. نظام زربتي بطوطة المجلدة. امي متحام. كسر الدنيا كسر الدنيا. هذا اللي طلع منك ولا؟ قصص لي اياك. أنت هلا عم تنقص حياتك، لأنه إذا بقيت هيك آخرتك بالحبس. بعد الفاصل قصة ولا أغرب. يعني آخر مرة شفت ابنك الكبير عمر بعد ما كان عنده شوي. لا. والتطورات ما بتخطر على البال. امي متحام. زوجها السابق حرمها من انه تشوف ولادها من 7 سنين. هي ام قلبها محروق وعم تطلب المساعدة. رحبوا معي بالسيدة دنيا الأسعد. ست دنيا اهلا وسهلا فيكي. صار لك 7 سنين مش شايفة ولاد. 7 سنين. ولدين. قد ايه عمرهم اليوم؟ الكبير صار عمره 24 والصغير مبلش 15. يعني آخر مرة شفت ابنك الكبير عمر بعد ما كان عنده شوي. لا. وبتعرفي إذا هن جربوا يشوفوك؟ هن بيجربوا يشوفوني بس كله من وراه هو اللي حرمني. ما من شوفتهم منعني من شوفتها. والمشكل على شو كان؟ يعني شو السبب؟ المشكلة هو كل عمره قاعد ما بيشتغلش. أنا كنت بشتغل ببيوت العالم بخدم بنظف وهو قاعد لا شغله ولا عمل. ايه وبيجي من الشغل يضل يضربني ببهدلني بيسب وبيعيط. هلا اخوته ما حدا بيحكي معه. أهل الضيعة كلهم بيعرفوا يعني هو لا شغله ولا عمله قاعد كل عمره قاعد بالبيت وبروح يتصيد بالسهر. هالملف تبعته جانين ملاح وكل التفاصيل بهالتقرير. دنيا الأسعد أم ما شافت ولادها من 7 سنين وهي بتحلم بإنها تشوفهم أو تسمع صوتهم. هي اللي من وقت ما طلبت الطلاق من زوجها ومعاناتها زادت أكتر وأكتر. من أول ما أخذته كان يضل يضربني وبيبهدلني وأنا بشتغل ومعيشته معيشة الأولاد. يعني كل شيء إنه مصروف أكل وشرب وكل شيء أنا بقدم له إياه له. رجعت قد ما عمل فيني وقد ما صار يعمل فيني طلبت الطلاق. قمت قاعدة يوم رحنا على المحكمة قلت له القاضي انه انا ما بدي منه شيء يعطينا الاولاد وانا بضل قاعده بالضيعه. منها هيك بطل يعطينا الاولاد. رجعت قمت دعوه عليه عند القاضي. قال له القاضي بدها تشوفهم بالجمعه مش مره مرتين. صرت بروح على الضيعه لعند ناس شفتهم 3 مرات وبيهجم بيعمل مشاكل. رجعت رحت لعند بيت ثاني شفتهم عند بيت ثاني صار يهجم وكسر لهم ازاز البوابه للجامعه. ورجعت من 3 سنين رفعت دعوة حكم للقاضي بأنها تشوفهم 2 ساعات بالأسبوع. بس الوالد اللي لا شغلة ولا عملة ما عم بخلي الأولاد يشوفوها. الكبير عمر سافر ليشتغل بالخارج والصغير أحمد رافض فكرة إنه يشوفها. من هون شفته بالمحكمة الصبي يطلع هيك مع جنبيه بيطلع فيني وبيبكي. أنا ما قربتش عليه قلت بس نفوت على المحكمة لعند القاضي. القاضي انه بخليه يشوفني شوي لما فتنا لعند القاضي على بالمحكمة كمان واقف مع جنبه بيوع بيبكي بيرجف. ولا بدني الليل ونهار بفكر فيه كيف نايم كيف قاعد كيف عم بياكل هو بيغسل اوعي لحاله. ورغم المشاكل دنيا ما يأست. بعدها بتحاول تروح على الضيعة تتشم ريحة ولادها وتطمن عنهم. إلي من 7 سنين يا أختي وأنا ما شفتنش للولاد. بدي من الله ومنكم تساعدوني
انه بس على القليلة بشوفهم بالجمعة ساعتين بشيء بتغير رأيهم ويشيلوا الأفكار السوداء من راسهم وبلكي الله يحننهم علي. واليوم بعد 7 سنين الحرقة ذاتها والصرخة نفسها بدي شوف ولادي. أنا فيني بعيشه كيف كنت معيشتهم معيشة بيهم. أنا قد ما يكون بضلني بيهم عن قلبي عن روحي وبقدم لهم. قلتي لي جربتوا تحكوا مع حدا من عائلته قرايبه ما مش حكوا معه كثير عائلته. هلا خواته واخوته كلهم ما حدا بيحكي معه عارفين عقله. استاذ مروان، نحن قدام موضوع مشاهدة، واللي بدي أقوله بهذا الموضوع أنه المشاهدة هو حق شرعي وطبيعي وإنساني بآخر طبعا. الأمر، يعني هو شيء إنساني أنه الشخص إن كان الأب أو الأم أنه يشوف أولادهم لأنه هن ثمرة هالزواج يعني. وانا بحب ضيف انه هو حق للطفل قبل ما يكون للاب والام حتى يقدر هو ياخذ الرعايه الكافيه صحيح. من الميلتين. الأولاد بيكونوا ضحية هالخلاف أو أو هالطلاق يعني، وبصير حدا من الفريقين بيجيش الأولاد ضد الطرف الآخر، وهذا شيء غلط لأنه بيكونوا عم بضروا الولد بالدرجة الأولى. طيب إذا بما إنه في حدا من الأولاد فوق ال20 هو ما في يقرر إنه يروح يزورها مثلا؟ اكيد بلا هون صار بطل قاصر، صار راشد، هو عنده الحرية إنه يعمل شو ما بده. نعم. هون كنا بدي نميز بين شغلتين. نحن عنا اول شيء سن الحضانه يلي هو هون بيكون تنتقل فيه الحضانه من الام للبي، وبعد ال 18 سنه بصير هون في حريه للاولاد هن يعيشوا يا هون يا مع الاهل، يعني يا مع الام يا مع البي يا يكونوا لحالهم. ابنك الكبير ولا مرة جرب يشوف؟ لا ولا مرة جرب بس من ورا بيو. جرب مرة من ورا بيو بيبلش بيفزع من بيو. كل العالم بيقولوا بيعرفوا قرايبينه للضياع بيقولوا بيو يعني عميله قلبه. كان له للصبي هي اللي فل كان بيضل يضربه، يعني هو الصبي لحاله مش ماخذ موقف. ولكن للأسف ابنها الكبير يلي عمره 25 سنة مسافر خارج لبنان، والصغير عمره 15 سنة وتحت وصاية بيو، وحسب كلام ضيفتنا بيو ما عم بخليه يشوفها. ست دنيا، شو ناطرة من برنامج عليك؟ ناطرة من الله ومنكم تساعدوني بكل منيح. يعني أقول لك الصبي هي إسا لا مدرسة ولا شغل، داير على هاي هو بيغسل أواعي بإيده، بضل منه هذا أكل. عم نول بس كان بالمدرسة يجي بالسقعة وبجليد بيقعد بأوضة المجلدة، ياو بزت كتبه وبروح يلعب. وأول ما ذكرت ابنها صغير ما قدرت تمسك دمعتها. جانين ملاح موجودة هلأ بحوش الحريمة بمحاولة للتواصل مع زوجك السابق. ريجي إذا سمحتوا دوبلكس. جانين ملاح. جانين. نعم طبعا. يعطيك العافية. ميرسي شكرا. نحن هلا امام منزل خالد صديقه للست دنيا، ونحن هلا يعني متوجهين للبيت تنشوف اذا هو موجود ولا لا. انتظرنا خالد برا لحين ما دخلت زوجته تعيط. في حديث، في شخص بحكيك على التليفون، في حديث بدي نعمل معه. الو. عوافي كيفك يا خالد؟ كيف حالك؟ خالد، مرتك السابقة اجت لعندي وطلبت مني يعني خبرتني قصتها مع انه مش عم تقدر تشوف ولادها. ايوه. وقالت لي انه صدر حكم بالمشاهدة ساعتين بالجمعة. وطلبت مني انه انا احكي معك لا يعني نلاقي حل لهيدا الموضوع، لانه انت بنتيجة بين وهي امهم.
صحيح قلت لها انا خالد ما بعرفه يعني، بس انه خليني ادق له بساله، يعني بنفوت بصراحه بالموضوع، ما في داعي لللف ايه. هو كل القصه وما فيها انه الصبي رفض مشاهدتها، ما قبلش يشاهدها، بدوش الصبي. اف ليه؟ غريب الصبي يكون عنده هالموقف تجاه امه، انت ما لازم تقبل بهالشيء، انت بالعكس لازم تقعدوا وتفهموا انه هو ضروري، يعني بالنتيجه هيدا رجال لازم ما يكون عنده خوف من انه يشوف امه، انت لازم تربيه على هيدا الشيء، تربيه انه بالعكس لازم يواجه مخاوفه. صحيح صدقني، حاولنا معه وحكينا معه وبعثناه كذا مره ليشوفه، وديناه كذا مره ابعتي لي، وديناه كذا مره وحولنا وبعثناه كذا مره ليشوفه، بس يوصل ليا يرفض. يلا طيب انت عندك مانع احكي معه؟ لا ما عنديش مانع، يلا وقت المرام صيط جاهز صبي. يلا الو. ايه الو جانين. ايه عم نهيئ له للصبي هلا يا حومه وجهه بالبيت. وصل. مرحبا كيفك؟ لمين منا من التلفزيون مثلك؟ بدك تحكي على التليفون مع شخص؟ مين؟ هو زفان من تلفزيون مثلك. الو مرحبا احمد، كيفك؟ منيح عاد. اف صوتك كبير اكبر من عمرك، كيفك منيح؟ ايه منيح. ليك احمد انا اسمي زافين. شو اسمه؟ ايه الو. ايه احمد. ايه لحظة احمد ما عم تسمع؟ ما بدك تسمع ولا مش عم تسمع؟ بدي اعرف عن شو فيه مثلا. ما خليه يحكيك، هو بفسر لك. هون خليك واقف هون. قل له الو. ايه احمد، عم جرب احكي معك لافهم انه انت ليه رافض تشوف امك. الظاهر تفاجأ احمد وسكوته بيعبر قد ايه هالموضوع مأثر فيه، فنطر زفان ورجع كمل حديثه معه. وبعدين احمد لا ما في بعدين، انا بس بدي افهم اذا امنا لقاء انت وامك تجي او لا؟ لا. طيب اذا بيك موافق؟ لا. ايه في سبب؟ كل شيء. شو السبب؟ ما وصلنا مع احمد لجواب، شو ما يسألوا زفان بيجاوبوا بالرفض. لا. بس على كل حال زفان ما استسلم وما رح يتراجع عن هدفه. طيب اعطيني بيك. بي وجه خالد. ولحين وصول خالد كان زفان عم بيحاول يستفهم من دنيا ليه ابنها الثاني رافض يشوفها. هو شي مرة قال لك لإلك انه ما بده يشوفك؟ صبي قال لي بالمحكمة بس بيو حد، بيقول له القاضي يقول له ليش عم تبكي؟ ليه عم ترجف؟ يقول له هاي ما أنا واقفة هون والبي هون والصبي هون وعم يبكي، والقاضي بمحكمة بجنن وبمحكمة زحلة قال له ليش عم تبكي؟ يقول له هاي، يقول له بدك تشوف امك؟ يقول له لا. الو. يا بتحب تحكي خالد؟ ايه يا الو. سيد خالد، حكيته لاحمد إيه وقال لا هو ما بده يشوف والدته. ايوه وانا بقول لك قدامه هي وقف معنا، انا ما بدي اظلمه، بحب يشوفه ما عندي اي مانع. انت لازم تشجعه خالد. قلت له هذا الحكي، قلت له هذا الحكي كذا مره انا وهي بوجهه بقول لك قلت له لايك انا ما بدي اظلمك، هاي امك بدك تشوفها شوف. خالد ليك خالد، انت لازم قد ما فيك تشجعه يشوف امه، لانه الصبي احسن ما يفوت بغير مشاكل بعدين. انا برايي انت اسعى قد ما فيك تضغط عليه لا يقبل وبوجودك، يعني انت كن موجود وهي موجوده، بس ضروري تجمعهم مع بعض. هيدا بالنتيجه امه يعني كنا نلقطه بايده وناخده. اوكي بتجي لعندي الخميس بعد بكره، انا رح ابعث لك سياره انت وياه بتجوا لعندي. سكت خالد ورد التليفون لجنين. انهينا المكالمة
وجنين استلمت المفاوضات لإقناعهم ينزلوا نهار الخميس على الاستوديو. انت بس بتروح معنا وهونيك بالاستوديو بتقول اللي بدك اياه، ما بدك تشوفها لامك قول ما بدي اشوفها، بدك تشوفها قول بدي اشوفها، يعني هونيك بتحكي اللي بدك اياه، ساعتها بتنهي الموضوع وببطل انه في لغط بهذا الموضوع بدي اشوفها وما بدك تشوفها ومدري شو. وبهالوقت وباستوديو الدنيا ما بنعرف شو الوضع، بنعرف انه الولد رافض يشوفي، يمكن يكون تحت الضغط، يمكن تحت يكون الضغط من ورا هو، يمكن يكون هيك، يمكن يكون هو يعني عم بيقول بلا وجعة راس، ممكن يكون صاير شيء انت ما معك خبره او معك خبره ونحن ما معنا خبره، بس خلينا بهالنوعيه من الامور افضل نمشي خطوه خطوه. انت مستعده الخميس تكوني هون لا تلتقي بابنك ونشوف شو وضعه؟ ايه مستعد. اوكي، اذا بنشوفك الخميس نرجع بنشوف. طيب والوقت اللي دنيا عم بتحضر حالها لتفل اتصلت فينا جنين وقالت لنا انها اقنعت احمد ومرت بيو ينزلوا معها اليوم على الاستوديو، فطلبنا من دنيا تبقى عنا شوي. وبعد حوالي ساعتين وصلت جنين مع احمد ومرت بيو. فرجعنا طلبنا من دنيا يلي ما عرفت ليه كانت ناطرة تدخل على الاستوديو من جديد. بعد الفاصل أحمد وصل. حابة بدي أشوفه، يعني ليه هالسنين كلها محروم مش شايفيته. دنيا ومن 7 سنين ما شافت ابنها أحمد يلي بهاللحظات وصل لاستوديوهات على الأكيد. هلا اللي صار انه جنين جابت احمد واجت لهون، هلا هن موجودين هون، ويعني بدنا تقعدوا مع بعض وتحكوا بكل هالمواضيع العالقة. انت شو اهم شيء بهمك تقولي له لاحمد؟ شو بدي اقول له؟ يعني شو بدي اقول له؟ حابة بدي اشوفه، يعني ليه هالسنين كلها محروم مش شايفيته. جاهزة؟ جاهزة. ريجي اذا سمحتوا خليه يدخل احمد. اوكي. أحمد رفض إنه يدخل وطلب يحكي مع زبان. جيب لي الكاس بدي اسمع شيء منه. بس كلام أحمد صدم زبان وكلنا باستوديو متراقبين وناطرين شو بده يصير. ست دنيا ما بعرف كيف بدي اقول لك، بس ابنك ما عم يقبل يصير، ما بده هيك يقعد معي، بس شو صعب هالموقف. واضح انه في جرح كبير، يمكن ما بعرف هلا عم تشوف شو في يعني، بس انه يعني انت وابنك في بيناتكم بردايه هلا سودا، هو ورا هالبردايه. فعلا موقف صعب، وتيفهم زفان حقيقة موقف أحمد طلب من دنيا. معلي بعد إذنك بدي أطلب منك تظهري، خلينا نستقبل ونشوف شو اسمه. وهي ظهرت من ميل وابنها دخل من تاني ميل. ما فهمت ليه عم يزقفوا لك، بس انه ما بتستاهل الزقف. ما في ولا اي عذر احمد، معلي بدي اكون قاسي معك،
ولا اي عذر بيخلي شاب مثلك يرفض يشوف امه. اول شيء شكرا لانك جيت. وليه جيت؟ جيت لشوف. اوكي. بتفضل تشوفني وما تشوف امك؟ ايه. ليه؟ هلا امك عم بتقول انه هي كل هالسنوات كانت عم بتجرب تشوفك انت وخيك عمر. وانه ما كانت عم تقدر لانه بيك كان مانع هيدا الشيء. مشان هيك رحت على المحكمة وجربت وصاركن عبر القانون. وهي عم بتقول انه حتى بالمحكمة انت كنت رافض تشوفها وكنت عم تبكي لانه خايف انت من والدك. مش مزبوط الحكي. مش مزبوط. بيي انا مش خايف من بيي ابدا. بيي ما له دخل بشيء ابدا. برجع بقول لك، قال لي بيي احلى ما تقول انا ظلمتك بحياتك، بدك تشوفها روح شوفها. هاي. انت مش خايف من بيك؟ لا ابدا. خايف منها؟ منها؟ لا. خايف من حالك انك تضعف تصير بدك تشوفها دايما؟ لا. مش خايف من شيء، خلص أنا بدي اشوفها. وما تشوفها. في شيء مزعلك كثير. انت زعلان منها؟ ايه. ليه؟ بدي تحل عني بس. انت عم تحكي عن امك. ايه ماني عارف وين. هو بتعرف فينا نحن نتجوز كذا مرة، فينا نغير مدارس، فينا نغير برامج، فينا نألف تلفزيون، بس بركي الشغلة الوحيدة اللي ما فينا نغيرها بحياتنا هن أهلنا، أمنا وبينا. بعتقد حق عليك إنك تشوفها، تسمعها، وتقلها شو عندك. لأنه وإلا كل عمرك رح تكون يعني بيك لما بيقلك بيعطيك هيدي الفرصة، بيقلك أنت قرر وانزال، بيك دفشك لتنزل. وما بعتقد كان عمل هيدا الشيء لو ما هو حابب إنك تشوفها، حابب إنه ما تعيش بهيدي العقدة. أنت إذا ما شفتها رح تضلك كل عمرك عم بتقول لنفسك أنا رفضت تشوف أمي. وبيك عارف هالشيء، بيك كمان عنده أم. قد ما كان بيك قاسي، قد ما كان منيح، قد ما كان مش منيح، قد ما كان غريب، شو ما كان، شو ما مخبرك بيك، بس بالنتيجة هو لما يدفعك ويشجعك تنزل اليوم على بيروت لتتواجد بذات المكان، يعني هو ضمنيا بده اياك تشوفها لأنه ما كان في شي بيجبره. وأنا برأيي أعطيها هيدي الفرصة، شوفها، يعني شو ما كانت عاملة حق عليك إنك تشوف. ما عم بطلب منك أكثر من هيك. اسمع قصتها. لا ابدا. بدك تسمع قصتها. ما حيعمل لك شيء بيك. شو انا مش خايف من بيي. انا ما عامل لك يعني شوفها وروح معها على بيتها. عامل لك شوفها، اسمعها هي شو عندها تقول لك اياه. اذا انت فعلا عم تشتغل بارادتك الشخصيه ومش حدا طالب منك هيدا الشيء، الانسان اقعد خليها تحكي وبعدين خذ قرار اللي بدك اياه. نحن منا ضدك، ما حينتقص منك شيء، بس ثبت انك انت حر. بدي اياها بس تحل عني وخلص. شو يعني تحل عني؟ انه ما عادش تيجي صوبي، بدها تشوفني او بدها تحكي معي او. إصرار أحمد كان كتير غريب. حب زافان يستفسر أكثر عن أحمد وشخصيته وكيف بيفكر. انت بتشتغل اوقات ب اوتيل قادري، شو بالخدمه اراجيل اكسترا. اراجيل. وعم تدرس او لا وقفت دراسه؟ لا وقفت. وقفت ليه؟ هيك ما انت عمرك 15 سنه ووقفت الدراسه وعم تشتغل من وقت لوقت مش دائما، وانت عم تشتغل بتشوف عاده عائلات موجودين ام وولادها. ايه بس تشوف ام وولادها قاعدين هيك عم بيأرجلوا. بتحس بتحن لأمك ولا أبدا؟ أبدا. بس تسمع غنية ست الحبايب يا ليك. هلا أنت من الواضح إنه عامل شيء حماية لنفسك إنك ما تتأثر بشيء.
بس هو من جوا مأثر ايه بس للموت. انت من جوا من الواضح انه انه ما في شيء مش طبيعي، يعني في شيء مش طبيعي، ما في واحد يكون هالقد رافض انه يشوف امه الا اذا كانت امه وحده ما بتسوى. لو مع بالك انت من جوا تعمل هيدي الشغله ما كنت جيت. بقى شوفها اسمعها. لو مأكد من موقفك وضميرك مرتاح ما بترفض هالرفض كله. انا شايف انه رجال يعني قاعد قدامي، انه انت بتقدر اليوم تقول لاي شخص شيء اللي انت بدك اياه وبتقدر تسمع. طيب خليها تفوت تقعد وما تحكي معها. لا ابدا. بعد الفاصل وصلت لحظة المواجهة. طيب خلص بس بنمشي بس بنمشي بالنص بس بنمشي. دنيا ومن 7 سنين ما شافت ابن أحمد، وفريق البرنامج عم يعمل المستحيل ليجمعهم ببعض. وضح لزافان انه بهالطريقة ما رح يوصل لحل. فأخذ أحمد على جنب، بركي مش حيد بيحكي قدام العالم. بدك تشوفها بلا كاميرا؟ لا ابدا، مش مازح والله. شو عم؟ شوف معي هلا ليك ما بعرف شو عم هي ضربتك، يعني كانت تضربك كانت؟ ايه هي كانت من اول الشغلات يعني. ايه عم كسر تكسير يعني منا؟ ايه مش يعني بهديك الام يعني اما بتضرب ابنها بس مش هاي. تو بيك بيضربك؟ بيي؟ اعوذ بالله. بيي عنده اياني بالدنيا، اذا بشوفها دغري بهجم علي فنيش. بس حقها كرمالها ال9 اشهر اللي حملتك فيهم تسمع قصتها، وصدقني بيك رح يكون مبسوط فيك، لانه انت اي قرار اخذته بحياتك اخذته من بعد ما سمعته. بدها تحكي قصة تحكي قصة، تقفش قدامي تحكي من لا بدك تقعد خلف الكواليس. تقعد تشوفها، بتقعد انت هيك تفوتك لعندها هيك. لا يا اوعى اوعى اذا بخلص عم فوتك. والله بضربها. ما بتضربها ولا شيء، بتاكل اكله مني اذا ضربت. اصطفي ولا بتاكل اكلي انا بكسرك. شايف اذا عملت شيء مش محترم، اذا عملت شيء مش محترم، اذا عملت شيء مش محترم لكن بدي لا ما لك لا تمشي. لا لحظة شباب الرازق لك لا لحظة اقسم بالله بحملها. لك تعال خلص شباب بليز روقوا. تعال بس بنمرق ما بنحكي معه، بس بنمرق بس. لك مشي لك شو وين عم حياة اختك تريق. طيب خلص بس بنمشي بالنص بس. قولي من هون ليك قول لي الله. ليك شو بدنا نعمل؟ طلع فيه، شايف هذا الباب؟ بدنا نمرق من هونيك. طلع شوي بدنا نمرق من هذاك الباب. يلا مروق شوي. ديري وجهك على حوش الحريمي، بدي اذبحك ذبح. بدي اذبحك واذبح تذبح اللي خلفني. ها بدي انصك وانصى اللي خلفك والك انت. لايكي اذا بحوش الحريمي بشوفك والله العظيم لاقتلك. تعالي قربي تعالي. وصلك عدل. بس انت رزالة كلها منك، انت فرديك. خلص كل ما رحت على الضيعة تقعد السب الي ولا الخلفوني، شو جايبها على الضيعة؟ خلص هلا شو بدنا بهالحديث؟ خلص ولا كلمة. خلص ترجع. شفتي لك عم صدقني عم بحلف لك بالله لايك. ترك زافان أحمد ليهدى شوي ورح يستفسر من دنيا. ليه هيك عم يتصرف؟ شو القصة؟ كله من وراها
دنيا عم بتدل على مرض بيو لأحمد. هي هاي كانت تكت له المي على راسه سخنة، قال لي عم تغلي غلي، المي السخنة تفلح له رقبته وخيه وذانه. هدى تفلح له رقبته. قربي لعندي. تفلح له رقبته. قربي هون. بعد القصة. قربي لحظة روقي لحظة روقي. أول شغلة هي عم تتهمني، الله لا يسامحك، هي أول شغلة. روحي اشتري حجابك وكون اريح من عند رب العالمين. الله يسامحك اللي خلفوك. انا اسمعي الله يخليك لاصحاب خليني قبل وبعدين نحكي. انا مش عم بغسل له لابنك منك شعري معي. لا مش عم بطبخ له ماني شعري عم ياكل. تضل زربتي بالقوطه المجلده المعتمه لحاله. من قال لك مجلده ومعتمه؟ بلا كلها. انت قلبك علي لابنك؟ لا انت قلبك علي كنت ما تركتينيش من زمان. سكري لو ما تركته، انا ما تركته هون له، تركته باي. ما انت كل يوم عم بخبطك وعم بيستحس بك برا. واضح انه هالحديث ما رح يوصل لمحل، فرجع لعند احمد وبلش من جديد يحاول يحل هالقضيه الانسانيه. ما بيسوى تاخذ بارد هيك. تعال اقعد حدك اقعد حد. قومي من هون. لحظة لا اتركوه. قومي من هون. اتركوه عمي عم بقول لك قومي من تعال. يا الله ليك بدكم تقعدوا حد بعض ما تحكوا مع بعض. شو اخو كرمال للنبي قومي من هون. اخترو حبيبي خلص طب تعال احمد ما عم يرضى بشي، لا يشوفها لا يحكيها ولا يقعد معها. بس شوفها شو عم تحس يا عم. النار تطلع مني بكراهها يا عم. افهم علي شو افهم علي. خليها تقوم تفل كسر الدنيا كسر الدنيا. انت اذا اجى حدث نصر الله قال لك امك بشني ما بدك تتاكد بدك تعرف كل شيء. خليها تقوم تفل. وانت تاكدت؟ انا متاكد 1000%. كيف؟ متاكد 1000%. كيف متاكد؟ انت شفت طلعي لبرا. ايه انت شفت شيء بعينك؟ لا ما شفت شيء بعيني. طيب خلص ليه عم تتاكد؟ شيلها شفتها مشي مع عيلت. الهيئة وصلنا على طريق مسدود. واضح انه احمد منه راضي ولا باي طريقة يشوف امه. خبرني عن بيك. شو قصته بيك؟ شو هاي عندي يبس والدنيا يا عم. شو روح يا عم روح شوف احكي معه وشوف بيي مين. اذا سالت عنه لبيك بتضيع شو بيقولوا لي؟ روح اساله شو بيقولوا لك. شوف بس بتلاقي علي شغله غلط بحياته. عمره 56 سنه. شو بيشتغل هلا؟ عم يشتغل باي شيء؟ مدسك فيوش يقوم التقيل. شو؟ مدسك معه دسك. ما في يشتغل بس ادم. هو بيك شو بيقول لك عن امك؟ ما بيقول لي ولا بيفتح لي سير ولا ابدا. بس على طول بيقول لي اذا بدك تشوفها احلى ما تقول انا ظلمتك بحياتك بدك تشوفها رح تشوفها. والله عن جد هيدا ما بيقوليش غير هاي. حضرت محاكم كثير يا زلمه. بعدين فرط من المحاكم جاي اسال. وهي بس تكون عم بتقول انه بيك كان يضربك ويعذبها لإلها هيك هو كان يضربها؟ ايه بس تغلط كان يضربها. وفي كثير بيظلم ومرات بيضطر يضرب مرته. هالكلام ودموع احمد بدلوا قد ايه ضايع وناقصه اهتمام. هذا الشيء مش منيح. الله بيعمل فيها مثل ما عملت بأمها يا زلمه. شو؟ الله بيعمل فيها مثل ما عملت بأمها. ليش عملت بأمها؟ وزولت لك السيلفي مزبوطه. عن جد؟ ما تزيدها بس. لا والله العظيم حوش الحريمي كلها تعرفها. راحت قالت له بي انا رايحه زياره لعند امها. حملت حالها وراحت لعند امها. قعدت اول يوم ثاني يوم ثالث يوم على اساس تيجي بتقعد لها 3 ايام وبتجي. مين اجى لعندنا؟ امها. بي على اساس هي وين؟ عند امها. اجت امها لعندنا. فكرنا في شيء. عملت له لبي شو وين هي دنيا جاي يشق عليها مش عم تروح لعندي. قالت له لبي هي عند امها.
قاعدة أمها صارت تدعي عليا، أمها عندنا بالبيت تدعي عليا وهيها شرفت الست. هاي حوش حريمي كلها بتعرفها. وين؟ وعطول تروح تقول له لبي رايحة لعند أمي. بي والعادي مرة رايحة تشوف على أمها. إيه. طب إذا هالمرة ما كنتيش، طب المرات اللي قبل وين كنت أنت؟ وضربتها كسرت لها ايدها لأمها. ضايعة شفتها يا زلمة. 3 أيام وينك؟ طب أنا عم بسألك بدك نسألها؟ لا خلينا نسألها. لا تفتحليش موضوعي. ليه نسألها؟ لا يا خيي أنت مش بدك تريح حالك؟ لا. أحمد مش أنت بدك تريح حالك؟ بركي عم نظلمها للمرة. عتمت الدنيا، ومن بعد حوالي ساعة من الإقناع أحمد بعده على موقف. خلينا نسألها، خلينا نوجهها بالحقيقة. من إلا إنه أحمد زعلان منك مش لأنه بيو عم يضربه، ولا زعلان منك لأنه مرت بيو عم تعبي له براسه، ولا خايف من حدا. أحمد عنده أسئلة، والسؤال الأول هو أنت هاو 3 أيام وين كنت؟ خلينا نشوف شو بتجاوب. طلع في، خلينا نشوف شو بتجاوب. بدها تنكر كل شيء. ما بنقول لها شيء، نحن بنقول لها هاو 3 أيام أنت وين كنت؟ أنا مش بس ما بفوتش أنا. لا بتفوت أنت بتفوت وأنت بتسألها هن. أنا؟ لا أنت. لا طلع فيه. أنت لازم تعرف شو صار بهال3 أيام لنخلص من هذا الموضوع. رح تجاوب، ما بعرف شو رح تجاوب، وأنت من هذا الجواب ما تعلق شيء، ما تحكي شيء، ماشي، بس بدي إياك تسمع هذا الجواب وأنت تعرف. بس أصلا خلص بخليها تقوم دغري. إيه دغري، بس بدك تسمعها. أوكي؟ ومن هونيك ورايح بدنا نحكي كيف بدك ترجع على المدرسة. إيه اوكي؟ لانه هيدا اهم شيء هلا، بس من هلا لوقتها لتقدر تكفي حياتك لازم تعرف قصه هال3 ايام. بس هاي سيلفي هاي 3 ايام شو صار فيه؟ اوكي؟ شرف. اوكي؟ شرف. وليك كون رايق، كون ليك، بدي اياك تتصرف مثل المذيع، مثل انه انت المذيع. طلع فيي. ايه انت المذيع، انت فايت هلا على استوديو، انت عندك برنامج وفي مرة قدامك بدك تسألها اسئله. اوكي؟ ما تعصب ابدا. اوكي؟ ما تطلع فيي، انت عم تنقذ حياتك انت هلا عم تنقذ حياتك، لانه اذا بيت هيك اخرتك بالحبس، مش حرزانه. طلع فيي، مش حرزانه. انت هلا شو؟ المذيع. مذيع. اوكي؟ انت هلا شو؟ مذيع. شو اسمك؟ احمد. لا زافان. اوكي. حب زافان يعمل شيء لأول مرة بيصير ببرنامجنا. انت بتقعد محلي، انا بقعد محلك. اوكي؟ اوكي؟ يلا خلص فوتوا هلا، نحن بدنا نفوت على رواق. بعد الفاصل الأمور هل رح تنحل أو رح تزداد سوء؟ عشان ما تكذبيش بالله. كنا عم نطلع. وانا بطلع. وصلت لحظة الحسم بين دنيا وأحمد ابنها اللي من 7 سنين ما شافته. صار وقت المواجهة، الفريق كله على أعصابه. هل الأمور رح تنحل أو رح تزداد سوء؟ نحن هلا عندنا مذيع جديد بده يقدم برنامج على الأكل، سميناه زافان. اوكي؟ هو اسمه زافان امين وانا اسمي احمد قيومجي. اوكي؟ انا كان كثير بهمني انكم انتو تتواجهوا واليوم نعمل مصالحه او تحكوا مع بعض او تقدروا هاي الغيمه السوداء اللي بيناتكم تقدروا تصفوها. من الواضح هلا حسب ردود الفعل انت كيف قلتي له بدي اقتلك وهو كيف عمل، من الواضح انه في كثير توتر، وهذا التوتر ما بيسوى بين ام وابنها. ان شاء الله عايشين مع بعض، ان شاء الله عايشين مع بعض او ان شاء الله مش عايشين، بصير في تعصيب، بصير في توتر، هذا كله بصير. احمد اليوم بهالعمر ب 15 سنه بده ياخذ قرار كثير مهم بحياته. هيدا القرار هو انه كيف بده يكفي مسار حياته. هل بده يرجع على المدرسه
هل بده يتعلم؟ هل بده يصير في مهنة بإيده؟ أم بده يضله كل عمره هيك عايش بهيدا الحقد تجاه المرأة اللي خلفته؟ أنا من هون ورايح بكرة إذا بدي أهتم بأحمد بدي أهتم كيف يرجع على المدرسة، أكتر من هيك ما بهمني. بس لا يقدر أحمد ياخد قرارات، في أسئلة علقانة براسه، وأنا بعتقد إنه حقه يسأل هيدي الأسئلة. هلا لما تكون الشغلة إنه عم يسألك وعم يحرج حاله أو عم يحرجيك أو أنت تنحرجي، عملنا إنه هيك شيء بشكل لعبة. هو رح يكون المذيع وهو عنده أسئلة حابب يسألك إياها، بقى رح نعطيه هيدي الفرصة إنه يسألك إياها. سؤال أول شيء، أنت بتتذكري من زمان وقت قلتي لبيي أنا رايح لعند أمي زيارة، هاي الضيعة كلها بتعرفها، وفيكيش تقولي لا، بجيب حوش الحريمي كلها الآن بتسألي. قلتي لبيي أنا رايح لعند أمي زيارة، رحتي قعدت ما بعرف كم يوم، يومين، 3، وهي أمك إجت لعنا. إجت لعنا جاي تشق عليكي وقايلة إنه أنت عندها. أنت وين كنت؟ لا مش صحيح الحكي، كنت عند أختي، كنت عند أمي نهار، رحت نهار. طيب ماشي، لحظة خليها تجاوب، خليها حقها تجاوب. رحت نهار رحت الصبح، فليت الظهر، رجعت رحت لعند بيت اختي امي قامت راحت لعندهم، رايحه هيك انه هي شويه، هي امي بتحب خربان البيوت والفتى. ما صحيح الحكي، هي كل الحكي من ورا بيو عم يعبي له براسه. اجيب سيرة بيي دغري هيك من اللي يطلبوا هيك. سؤال ثاني بدي كفي السؤال. طيب لما جيتي ولقيتي امك عنا وضربتيها كمان كذب؟ لا تقوليش لا، تقوليش لا، تقوليش لا. ما جيتش. زافين روح. ما جيتش ليك. طلع احمد. ما جيتش. احمد زافين بيسأل السؤال وبينام. بدك انت تسأل السؤال بدك تنطر الجواب. ايه كله حكي بيو، هي الحكي اول شيء. فيقيني بس تخلصي. بعدين شوفت هي بيو. ايه خلص لا بينام معنا انت. بيسمعك بس عم بيسمعك. هي بيو هاي. هلا هو ناطر جواب منك. عم بيسمعك. امي ما كانتش، كانت اني بالبيت انا وياها، هو وخيو. انت ضربتيها لامك؟ كسرتي لها ايدها؟ لا لا ولا شيء. لا. طيب السؤال الثاني، شو في عالق براسك؟ في عالق براسي ايه، انت لو انت تروح على الضيعه بتقولي احمد عم ياخذوا ابن عمته ابن حسن وعم يروحوا بيسكروا. والله لانه هو اللي حاكي، ابن عمتك اللي حاكي، مش انا اللي حكيت. ابن عمتك اليوم كمان فلت هدى من عندكم، كان رايح انت وياه بالربيرت، رحتوا على اب الياس ضليتوا طول النهار، وروح وقايل له امين لبيك اعطينا الربيرت راح تجيب قنينه عرق، رحت انت معه ضليتك طول النهار. بتعرفي شو؟ عندك بعد سؤال؟ بتعرفي شو مشكلة أحمد؟ مشكلة أحمد إنه أحمد عمره 15 سنة، وأحمد هلا بعز طلعته، وأحمد بالضيعة كل يوم بيسمع أولاد بين المزح والجد بيقولوا له أمك مش منيحة. لا ايه ما بتعرفي شو يعني هيدا الشيء؟ بتعرفي شو يعني هيدا الشيء؟ هي كل الحكي مش من حدا، هي منه من بيو، هي الحكي ولا من حدا من الضيعة عم يطريق حكي، كله من بيو. أول أوكي انسى هلا بنرجع بنقول شو الموضوع، بس هلا فكري فيه. ايه فكري فيه. ولد يقولوا له امك مش منيحة، شو رأيك بصير وضع؟ شو رأيك بصير فيه؟ طبعا بدي يزعل، بدي ييأس طبعا، ما بعرف شيء، بس كمان هاي الحكي كله من الضيعة ما حدا عم يطلعوا، هي بيو عم انت اذا قالوا عن امك، انت اذا قالوا عن امك مش منيحة، ايه شو بتعمل؟ شو بعمل؟ ايه بعمل، باخذ موقف واحراج طبعا، بس انا هالحكي كله مش صحيح. انا الضيعة كلها بعدني عفوت لعند عماته، عم بروح لعند عماته ولعند عمومته، ليش كلهم يحبوني بيحترموني، بعدني عفوت لعندهم. اهل الضيعة كلها قرايبين هون عفوت لعندهم. بيو بفوت لعند حدا من عماته من عمومته؟ لا، من قرايبين ما حدا بيفوت لعنده بيو. فينا ما نحكي عن بيو؟ ايه لانه لا عم بقول بكل الحكي من ورا بيو. هي الحكي كله اللي عم يحكيها الصبي من ورا بيو، من الضيعة لا، ما حدا عم يحكي من الضيعة. زوان بعد عندك شيء تسأله؟
شو بدي هسه؟ بدي اعرف شو بدي من الاخر. يلا طلعتيلي خلق. يلا شو بدي؟ شايف ليك شوف العالم ليك حواليك شباب وصبايا. يلا شو بدي؟ بيطلعوا فيك. لك يلا شو بدي؟ زبان طلع الشباب والصبايا كيف زبان لك شو بكي؟ قولي لي شو بدي. الفيلم اللي معه واللي غير معه واللي غير معه. يا عمي اقعد لشوف اقعد. ايام الدنيا يا اشرف الناس. لا يكفاك لا معه لا تاخذوه. انا بعتقد احسن انه خلص انسى، بس تحس حالك مرتاح وعبالك ترجع تحكي بهذا الموضوع احكينا اذا حسيت حالك هلا او بعد 10 سنين. لما كنا بالمحكمه بيو القضاة هيك والشيوخ هيك والعالم هجم علي قدام القاضي وقدام الشيوخ بل بالمحكمه قرب بيضربني. بيو انا اللي ضربتك بيي؟ لا بيك. يوم كنا ما تكذبيش يوم كنا عم نطلع. وانا بطلع بس ما خليت رقشات ياكل من راسك شقف. يلا اسكتي. ما فشلت من لحية بيك. بيي يا ويلي لو انه هان يا ويلي الرصاص اللي ياكلي. شفت كيف رصاص؟ منو حشاش وسكرجي امرجي هو هداك كمان ودايق. هاي عم نول يوم نقوص على ابن طارق وعلى ابن خيا. زعل ورا. يا زلمه وين فتح حالك؟ هذا اللي طلع منك؟ هذا اللي طلع منك ولا؟ روح عندك اياه. روح جيب سيرة بيي. روح اضربه شي السكينه. هذا اللي طلع منك؟ هي شو الحكي هيدا؟ زين لا هذا اللي طلع منك؟ فعلا موقف بحزن، مش مسموح هيك يصير. فقرر زافان يبني شيء إيجابي من هالموقف المؤسف، خصوصاً إنه دنيا كانت طلبت نظرة من الله ومنكم تساعدوني بكل مني. يعني أقول لك الصبي هي إسا لا مدرسة ولا شغل. فأخذ زافان أحمد على جنب وفتح له موضوع المدرسة. في شي مصلحة فيك تتعلمها؟ بحب كنت مثلا اتعلم فندقية طبخ. بحب هالشغلة. مش شي مهنية فوق؟ في بالخيارة عمر المختار الأيوب. هيدي بدها بكالوريا؟ لك لا معك السابع بتفوت بتقدم. بتعلم السنتين. مش مش بريفي. لك مع عنا ما ابن عمي كلهم هونيك. طيب ايه وليه ليه ما فيك تروح؟ هاي ما راحت هالسنة. بس السابع وصل للسابع وفيك تفوت عليا. تعمل السابع والثامن تتعلموا سوا. تفوت بعمل السابع دغري بطلع بريفي. باخذ اول شهادتين. هاي واضح انه احمد مهتم لموضوع المدرسة لانه بيعرف كل التفاصيل، واهتمامه زاد لنا من اصرارنا لنرجعه على المدرسة ونساعده يرجع على الطريق الصحيح. بحب كنت مثلا اتعلم فندقية طبخ. وبالحديث عن المدرسة انهينا نهارنا، ولكن بعد الحلقة كان عند فريقنا وبالاخص زافان هدف وحيد. بدنا نحكي كيف بدك ترجع على المدرسة. فتابعت جنين القضية بالتنسيق مع زافان وبلشت تتواصل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق هدفنا. أخذت جنين موعد من أعضاء جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني وتوجهت لعندهم لدراسة وضع أحمد. الأعضاء كلهم كانوا حاضرين ومحمسين لمساعدتنا، خصوصاً أحمد. جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم رح تتبنى هذا التلميذ من هون ليتخرج. نتشكر كل أعضاء الجمعية. توجهت جنين إلى مكان عمل أحمد ليرافقها لمكتب مدير معهد التنمية للعلوم والمهن في جبجني. تم الاتصال بمدير عام التعليم المهني الأستاذ أحمد دياب بخصوص تسجيل الطالب أحمد، وعدنا بموافقة مبدئية على تسجيله ومتابعة دراسته الطبيعي. وأهلا وسهلا فيه، يعني نحن رح نحتضنه نحن والجمعية وتلفزيون المستقبل كمان. البسمة على وجه أحمد خير دليل أنه سعينا لإدخاله على المدرسة كان ضروري جدا، خصوصا لما منتذكر كيف كانت ملامح وجهه خلال الحلقة. وبما أنه تخطينا هالمرحلة بقى نعرف أحمد على صفه وأصدقائه الجدد. وبالأخير
منقول له لأحمد عقبال الشهادة الكبيرة. مشاهدينا حضرتوا ساعة وشوي من أصل نهار تصوير طويل باستوديو على الأكيد. أسوأ شيء بهالحلقة إنها حلقة حقيقية 100%. تجربة اليوم يعني أكثر من حلقة تلفزيونية. شو هيك؟ يعني من المؤسف إنه الروابط الأسرية والعلاقات بين ولد وأمه تصير توصل لهون. هيدي واحد، واثنين بتصور إنه هالحقد يلي هو ربا أو تكون لسنين كتيرة كان ممكن يزول لو كان في شوية تفاهم أكتر ولو في حوار بين بعضهم وكل واحد يطرح مشاكله قبل ما تصير هالقد تتكون مع العمر ومع السنين. بدي أشكر جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني، وكمان شكر لمعهد التنمية للعلوم والمهن بجب جنين. بتمنى كمان لأحمد أنه يركز على الدرس، وإن شاء الله هالحلقة تكون فعلا بداية جديدة لإله وتكون جرس أنظار إلنا جميعا لنعرف قديش ممكن تكون بشعة الخلافات العائلية ولوين ممكن توصل إذا ما في حوار مثل ما قال أستاذ وسيم معضاد. رح نضلنا نتابع موضوع أحمد وكمان موضوع علاقته هو وخيه مع أمهم. أهم شيء هن يحسوا صار الوقت ليرجعوا يحكوا بهالموضوع، وإذا هن صاروا جاهزين أبواب برنامج على الأكيد رح تبقى مفتوحة لهم. أساتذة كلودين الراسي، مروان سنة ووسيم معضاد، شكرا لكم. فريق على الأكيد مستمر بتلقي اتصالاتكم على الرقم الموجود على الشاشة. فيكم تتواصلوا معنا كمان عبر zavenonline.com، الفيسبوك وتويتر. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.